هكلمكم النهاردة عن حارة خميس العدس. عارفة انكم هتستغربوا وتقولوا مش انتي بتعملي فيديوهاتك عن شوارع القاهرة واسرارها؟ ايه اللي جاب سيرة العدس؟ ما هو ده اسم الحارة اللي هنتكلم عنها، وبالتحديد هي ضرب من ضروب حارة اليهود اسم الجمالية بالقاهرة. وتعود قصة الحارة إلى خميس العدس، أحد أعياد المسيحيين، وفيه يقومون بطبخ العدس ويسميه أهل الشام خميس الأرز، أما أهالي الأندلس فيسموه خميس إبريل. وكان الفاطميون يحتفلون بهذا العيد مشاركة منهم لإخوانهم الأقباط، وكانوا يضربون نقودا من الذهب توزع على رجال الدولة. والطريف أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان من سكان هذه الحارة، وذلك عندما حصل على الشهادة الابتدائية وكان عمره وقتها 14 عاما، فأرسله أبوه إلى القاهرة ليلتحق بمدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر، ويقيم مع أعمامه في المنزل رقم 3 بحارة خميس العدس. وكان المنزل ملك لشخص يهودي يدعى يعقوب فرج شاموئيل، وظل يقيم في تلك الحارة حتى تخرجه من الكلية الحربية عام 1939. أما عن نشاط تلك الحارة فقديما كان ينحصر في ورش صناعة الذهب، تلك الحرفة التي يجيدها معظم اليهود. أما الآن فهي مركز لبيع الإكسسوار المقلد أو ما يطلق عليه الذهب الصيني. وما أجمل شوارعك يا قاهرتي العزيزة، وما أكثر الحكايات التي تروى عنك. رجاء لا تنسوا تفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. شكرا لكم.